ازيكم؟ اللي قدامكم ده بوتاجاز هنرجعه جديد تاني، يعني بياخد شغل عميق جدا بس محدش بيقدر ده. حصل معايا موقف لحد دلوقتي مزعلني جدا. اتنين اخوات داخلين عليا المركز وقالوا لي والله احنا عايزين نعمل البوتاجاز بتاعنا، وزي اي عميل خدته وفرجته على الشغل للعملاء واتفقنا هنغير ايه والسعر والشكل النهائي. لقيت من ناحيته اللي هو بيحاول يفاصل على قدر الامكان. قلت له للاسف انا ما عنديش فصال، انا السعر بتاعي 1+1 بيساوي 2، ما اقولكش 2.5 عشان لما توصل 2 انا بالنسبه لك كده ابقى خدمه. فحته اللي انا ابيع لك الوهم واحسسك ان انت طالع كسبان من البيع ده والله مش عندي، او تتفق معايا على حاجه وتلاقي حاجه غير اللي انت اتفقت عليها ده والله برضو مش عندي. اللي اتفقت عليه هتيجي تاخده بالحرف. قالوا لي خلاص تمام توكل على الله ونبدا الشغل، وبالفعل بدانا الشغل وفكنا البوتاجاز وجددناه زي ما اتفقنا. وصلنا بقى اللي احنا خلصنا الشغل وكلمته عشان يجي يتفرج على الشغل ويستلم البوتاجاز، والراجل جه واتفرج على البوتاجاز وقال لي الله ينور وتسلم ايدك وهاجي بكره ان شاء الله اخد البوتاجاز. ولقيته حتى تاني يوم بعت لي واحد صاحبه عشان يعمل البوتاجاز بتاعه، والراجل فعلا جاب البوتاجاز بتاعه واشتغلنا عليه مع البوتاجاز دوت. بعد ما خلصناه معنى كده الامور ماشيه تمام. فجالي تاني يوم عشان يستلم البوتاجاز، قعد 10 دقايق بالظبط مش مدي اي رياكشن. فانا استغربت طب الشغل عجبه ومش عجبه. لقيته راح بيبص لي كده وقام مسلم عليا وقال لي ما غزلتنيش والله يا هندسه. انا عايز اقول لك ان انا بتفرج عليك في السوشيال ميديا بس ما كنتش متوقع ان نفس المعامله دي الاقيها في الحقيقه. بجد بدعي لك ان ربنا يوفقك. انا ساعتها كنت مبسوط جدا وفي قمه سعادتي، وبص يعني هلمس القمر. فطبيعي اي حد في مكاني بيتابع مع عميله اول ما يسلمه شغل يكون مبسوط، فطبيعي هو كمان يكون مبسوط. قلت له يعني تمام نحمل؟ قال لي توكل على الله يا باشا يلا حمل الشغل. فقال لي ابعت معايا حد يركبه. قلت له تمام انا وصلني من حسابك قد كده وفاضل 700 جنيه من التوتال بتاع الحساب بتاع حضرتك، فاستاذنك هتدفعهم. فقال لي اه تصدق ما كنتش عامل حسابي. طب بص يا هندسه ابعت معايا حد يركبهم، واول ما يركب البوتاجاز هديله ال 700 جنيه وهو نازل. بس انا ما بشتغلش بالنظام ده، بس قلت ما فيهاش حاجه يعني 700 جنيه مش مبلغ كبير. فبعت معاه حد يركب له البوتاجاز، وبالفعل ركب له البوتاجاز. وبعد ما ركبه له فكلمني في التليفون وقال لي ال 700 جنيه دول سيبهم لي المره دي. قلت له طب انا هسالك سؤال. قال لي ايه؟ قلت له انا قصرت معاك في شغل؟ قال لي بصراحه لا. قلت له في حاجه من اللي احنا اتفقنا عليها انت ما استلمتهاش؟ قال لي بصراحه لا. قلت له طب في اي حد من الناس اللي جات لك زعلتك في اي حاجه انت طلبتها منها؟ قال لي برضه لا وكتر خيرهم بصراحه. قلت له يا باشا انت المفروض اصلا تديهم الشاي بتاعهم مش تنقص من الشغل ال 700 جنيه. قال لي هندسه بقى ما انا جبت لك ناس كتير تتعامل معاك، خلاص بقى سيب لي ال 700 جنيه المره دي. قلت له والله لو جبت لي مصر كلها تتعامل معايا زي ما انا اتفقت معاك هاخد حسابي، وزي ما انت اتفقت معايا خدت البوتاجاز بتاعك وخدته زي ما انا قلت لك بالظبط بالحرف بالسنتي. لو انا قصرت في حاجه حقك يا عم تقصر معايا. فانت كعميل شايف ان انا ليه حق اتضايق ولا الموضوع ابسط من كده؟